السلام عليكم متابعي دبليو ام كورة. أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري السريع. لم يتبقى سوى 3 ساعات فقط على الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري المعنية بنهائيات كأس العالم 2026 وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير لمعرفة اختيارات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن القائمة النهائية ستضم 26 لاعباً بعد أسابيع من المتابعة الدقيقة للحالة البدنية والفنية لجميع العناصر المرشحة للمشاركة. الساعات الأخيرة شهدت الكثير من التكهنات حول الأسماء التي ستكون حاضرة في المونديال، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل مختلف الخطوط، إضافة إلى الشكوك المرتبطة بجاهزية بعض اللاعبين بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية. في مركز حراسة المرمى تتجه الأنظار نحو وضعية لوكا زيدان وميلفين ماستيل، بينما تشير التسريبات إلى وجود عدة خيارات احتياطية تحسباً لأي طارئ قبل اعتماد القائمة النهائية بشكل رسمي. كما ينتظر الشارع الرياضي الجزائري معرفة مصير بعض الأسماء البارزة التي دار حولها الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، سواء من حيث الاستدعاء أو الاستبعاد، في وقت يواصل فيه الطاقم الفني تقييم آخر التفاصيل قبل الحسم النهائي. وبعد الإعلان عن القائمة سيدخل المنتخب الوطني المرحلة الأخيرة من التحضيرات استعداداً للمونديال، حيث ستكون الجماهير الجزائرية على موعد مع متابعة كل جديد يخص الخضر في هذا التحدي العالمي الكبير. كانت معكم دبليو ام كورة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن المنتخب الوطني الجزائري. إلى اللقاء.